10 تصرفات بتخلي الست تفقد هيبتها من غير ما تحس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليني أسألك سؤال: هل الهيبة معناها ان الناس تخاف منك؟ هل الست اللي صوتها عالي هي الأقوى؟ هل اللي بترد على كل كلمة هي اللي شخصيتها قوية؟ هل اللي بتعامل الناس بتكبر هي اللي عندها هبة؟ الحقيقة لا. الهبة الحقيقية أهدى من كده بكتير. الهبة ان وجودك يكون له قيمة، ان الناس تعرف انك محترمة نفسك وعارفة حدودك ومش مستعدة تبيع كرامتك علشان ترضي حد. الغريب ان اوقات احنا بنفقد جزء من هيبتنا مش لان الناس وحشة، لكن بسبب تصرفات بنعملها احنا من غير ما ناخد بالنا. تعالي نشوف اهم 10 تصرفات. اول حاجة، اول تصرف بتفقدي فيه هيبتك انك تشرحي نفسك طول الوقت. مثلا تقولي انا عملت كده عشان انا ما كنتش اقصد، اصل اللي حصل ان مش عارفة ايه، والله انا كنت. في فرق بين انك توضحي موقف مهم وبين انك تحاولي تقنعي كل شخص انك كويسة. مش كل حد لازم يفهمك، ومش كل موقف محتاج محكمة دفاع. اوقات جملة بسيطة خالص تقوليها، مثلا ده قراري وانا محترم وانا مرتاحة له، تكون كفاية جدا، لان الشخص اللي بيحترمك مش محتاج منك مرافعة كل مرة. تاني حاجة بتفقد للواحدة هيبتها او للست هيبتها، انك توافقي على كل حاجة خوفا من زعل الناس. حد طلب منك خدمة وافقتي وانت كنت تعبان. حد طلب منك حاجة مش مناسبة وافقتي. حد ضغط عليكي قلت ماشي، وبعدين ترجعي البيت متضايقة. مع الوقت الناس هتتعلم ان كلمة لا عندك مش موجودة، والحقيقة ان الطيبة من غير حدود ممكن تتحول لاستنزاف. اتعلمي تقولي معلش مش هقدر من غير غضب ومن غير تبرير طويل. تالت حاجة بتفقد الست هيبتها، انك تفضحي اسرارك وقت الزعل. دي من اخطر الحاجات. ممكن تكوني بتحب مثلا شخصية ما وتحكي لها اسرارك كلها، وبعد خلاف بسيط تبدأي تحكي عنها للناس وتستخدمي اسرارها ضده. هنا مش بس بتخسري هيبتك، انت بتخسري ثقة الناس اللي فيك، بتختار ثقة الناس فيكي. لان اللي بيشوفك بتتكلمي عن غيرك هيفكر ويقول في نفسه لو اختلفت معاها هتعمل فيها نفس الشيء. خلي عندك قاعدة: السر يفضل سر حتى بعد انتهاء العلاقة. رابع حاجة بتفقد للست هيبتها، انك تجري وراء شخص غير مهتم. ودي بس مش في العلاقات العاطفية، ممكن صديقة، قريبة، زميلة، اي شخص كل شوية تقعدي تقولي انت زعلانة مني، ليه ما بتكلمنيش، عملتلك حاجة، طب رد عليا. مرة مرتين. لكن لو الشخص اختار يبعد باستمرار ما تفضليش تجري وراه. العلاقة الصحية فيها اخذ وعطا، مش طرف يجري وطرف يقرر امتى يظهر. خامس حاجة الست بتفقد فيها هيبتها، انك تدخلي كل نقاش وكأن لازم تثبتي انك صح. مش كل اختلاف معركة. ممكن شخص يشوف الدنيا بطريقة مختلفة، عادي. مش لازم تكسبيه، ومش لازم اخر كلمة تكون ليكي، ومش لازم تقنعيه. اوقات اقوى رد: انا شايفة الموضوع بشكل مختلف واحترم رأيك وبس. لان اللي واثق من نفسه مش محتاج ينتصر في كل نقاش. سادس حاجة ان الست بتفقد فيها هيبتها برضو، انك تقللي من نفسك قدام الناس. وده بيحصل من غير ما بنحس. مثلا تقولي انا اصلا مش بفهم، انا شكلي وحش، انا مش شاطره، انا عمري ما هعرف. ممكن تقوليها في هزار، لكن لما تكرريها الناس تبدا تصدقها، والاهم انت نفسك تبدا تصدقيه. ما تكبريش نفسك لكن ما تصغرهاش. قولي مثلا لسه بتعلم، ممكن اكون احسن، انا عندي حاجات محتاجه اطورها. دي ثقه مش غرور. سابع حاجه اللي بتفقد الواحده هيبتها، سابع حاجه اللي بتفقد للست هيبتها، انك تسمحي لاي حد يتجاوز معاكي. في شخص بيهزر بطريقه جارحه تقعدي تضحكي. حد يقلل منك قدام الناس تسكتي. حد يتكلم معاكي باسلوب مش محترم تعديها مرة وبعدين مرة لحد ما التجاوز يبقى عادي. والحدود لازم تبدأ من اول مرة، ومش لازم تعملي مشكلة. قولي بهدوء كده انا مش بحب الطريقة دي في الكلام. جملة بسيطة جدا لكن واضحة جدا. اعملي حدود كده من اول حاجة. تامن حاجة بتفقد الواحدة هيبتها برضو، انك تحاولي تلفتي الانتباه بأي طريقة. مش معنى انك جميلة انك لازم تخلي كل الناس تلاحظك، ومش معنى انك عندك انجاز انك لازم تتكلمي عنه في كل مكان، ومش معنى انك زعلانة ان كل الناس لازم تعرف. في فرق بين مشاركة حياتك وبين انك تكوني محتاجة دايما حد يسقفلك. الست الواثقة وجودها بيتكلم عنها، مش محتاجة كل دقيقة تقول بصوا انا مين. تاسع حاجة انك تتغيري حسب الناس اللي حواليكي. مع واحدة تتكلمي بطريقة، ومع واحدة تانية تتكلمي بطريقة مختلفة تماما. توافقي الشخص اللي قدامك حتى لو مش مقتنع، علشان بس ما تخسرهوش. المرونة شيء جميل،
لكن انك تفقدي شخصيتك علشان ترضي كل الناس دي شيء تاني. خلي عندك مبادئ، اللي تحبيه تحبيه واللي ترفضيه ارفضيه بأدب. كوني لطيفة لكن كوني واضحة. 10 حاجة بتفقد هيبة الست، انك تسيبي نفسك اخر واحدة دايما، ودي يمكن اهم نقطة. لما تفضلي طول الوقت تقولي البيت الاول، كل الناس الاول وانا بعدين، وبعدين تكتشفي انك مش عارفة حتى انك بتحبي ايه. الاهتمام بالنفس مش انانية، انك ترتاحي، تهتمي بشكلك، تطوري نفسك، تتعلمي، تعملي حاجة بتحبيها، كل ده مش رفاهية، انت جزء من حياتك مش خدمة مجانية لكل اللي حواليكي. طيب ازاي ترجعي هيبتك دي تاني؟ مش بالصوت العالي، ولا بالتجاهل المتعمد، ولا انك تتكبري، ولا انك تحاولي تخلي الناس تخاف منك. الهيبة بتبدأ من حاجات بسيطة. احترمي كلمتك، لو قلت لا ما تتراجعيش لمجرد ان الشخص زعل. احترمي وقتك، مش لازم أن تكوني متاحة طول الوقت. احترمي خصوصيتك، مش كل حاجة تتحكى. احترمي نفسك، ما تتقبليش الإهانة علشان تحافظي على علاقة. واحترمي الآخرين، لأن الرقي الحقيقي إنك تحافظي على قيمتك من غير ما تقللي من قيمة حد. وفي النهاية عايزة أقولك حاجة مهمة جدا، الهيبة مش إن الناس تخاف منك، الهيبة إن الناس تعرف إنك طيبة لكن مش سهلة الاستغلال، تعرف إنك متسامحة لكن عندك حدود، تعرف إنك هادية لكن مش ضعيف، تعرف إنك بتحبي لكن مش هتضيعي نفسك علشان الحب، تعرف إنك ممكن تسامحي لكن مش هتسمحي بتكرار نفس الأذى بلا نهاية. وأجمل حاجة إنك مش محتاجة تثبتي لأي حد إنك ست أو قوية، لأن الست اللي عارفة قيمتها مش بتشرح قيمتها، بتعيشها في كلامها، في اختياراتها، في حدودها، وفي الطريقة اللي بتعامل بيها الناس ونفسها كمان. فمن النهاردة قبل ما تسألي الناس شايفيني ازاي، اسألي أنا شايفة نفسي ازاي، لأن علاقتك بنفسك هي أول علاقة لازم تحافظي عليها. والسلام عليكم ورحمة الله.